يا جماعه انتوا شايفين انا معايا ايه؟ انا اخيرا لقيت صفحه بتعمل كريستال كاندي. كل اللي متابع التيك توك طبعا وشايف الترندات اللي بره عارف كريستال كاندي وانها بتقرمش ازاي وعامله زي الجواهر كده الصغننه اللي بتتاكل. ففعلا شكلها كان مغري جدا جدا ومكنتش لاقي حد بيعمله. اخيرا انا لقيت صفحه البنوته اسمها يسرا الصفحه بتاعتها اسمها يسرا مارشميلو. وعامله باكج بصراحه ليه حلو قوي. شايفين كاتبه عليه كريستال كاندي او كاندي كريستال يعني. عاملاه بشكل حلو جدا. بصوا شكله عامل ازاي، كأنها جواهر. بصوا شكلها، بصوا انا مبهوره بصراحه بشكلهم، الوانهم وشكلهم حلو قوي، متزينين حلو قوي، كل واحده شكلها مختلف يعني. بصوا شكلها ازاي، بصوا دي، بصوا دي كأنها جواهر بالظبط. بصوا تعالوا ندوقهم بقى. بسم الله بسم الله. طعمها حلو قوي، جواها هي مقرمشه من بره وطعمها من جوه طعم مربى كاندي كده على فراوله. طعمها حلو قوي، حلوه جدا، عجبتني قوي. انا هدوق دي عشان شكلها مميز وعجبني. طعمها حلو قوي، مدي على ليمون، مميزه وهتعجب كمان الاطفال قوي. يعني الاطفال بيحبوا الحلويات والحاجات دي هتعجبهم جدا. ادوق ايه تاني؟ ادوق واحده كمان، ادوق معاكم دي. دي طعمها ساور كده شويه، يعني حلوه وساوري في نفس الوقت. طعمهم لذيذ قوي وعاملاهم بصراحه بشكل احترافي، عاجبيني جدا جدا، برافو عليها. هي صفحه المفروض انها لسه بتبدا يعني، بس انا شايفه بصراحه انها متميزه وتستاهل انها تنتشر. هنسيبهم على جنب دلوقتي وهوريكم الحاجه التانيه اللي انا جبتها من عندهم، اللي هي الفروت كاندي، ودي برده موجوده بره مصر. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا الجمال، شكلها حلو قوي. يعني انا لما فتحتها بصراحه مميزه جدا. جايبين معاها كارت كاتبين فيه ايه التعليمات. بصوا تنبيه مهم من يسرا مارشميلو: قبل ما تدوق اي قطعه احفظ البوكس في الفريزر على طول، وخد لك اول نص ساعه استراحه وسيبه يبرد كويس عشان تعيش تجربه كامله، كرانشي وطازه وطعمه يجنن. دي المفروض انها كاندي، المفروض انها فواكه، وهم حاطين عليها طبقه الكاندي بتاعتهم بقى. الوانها يا جماعه فظيعه، الوانها خطيره بجد. وحاطين لي في كمان معاها كده بصوا زينه، شكلها حلو قوي. وفي بقى المفروض صوص ساور، و التاني هنكتشفه سوا دلوقتي ونشوف. تعالوا ندوق بقى. بصوا اللون بينك وحلو قوي، لونها حلو قوي، ريحتها كمان جميله. بسم الله. طعمها حلو، طعمها حلو قوي. شوفي الزرقاء، حاسه الزرقاء سكرها اقل من البامبي شويه. دي بقى عليها جليتر من بره.
دي صور قوي. البردر اللي بره ده تقريبا هو اللي صور. شكله حلو قوي، وطعمه كمان لذيذ. انا عايزه اجرب الصوصات دي. انا مش عارفه ده صوص ايه، بس هنجربه ونشوف. ده صور برضه. حلو قوي مع الفريشنس بتاعت الفاكهه نفسها، ما اتحطت في الفريزر كمان، مديها طعم حلو قوي. وده زي ما قلنا الصور المزازه. اختراع حلو قوي ولذيذ. هو طبعا مسكر فهيعجب الاطفال قوي اكتر كمان من الكبار، بس انت لو نفسك في حاجه مسكره هاته. هي بعتالي الحقيقه يعني هي شخصيه ذوق جدا، بعتت لي الكاندي الاسباني ده هديه عشان اجربه. فتعالوا نجربه. ده بقى انا بموت فيه اصلا، هو شكله معمول حلو قوي. نجرب سمكه القرش دي. كاندي حلو قوي. دي موزية. كاندي حلو جدا، وهي بجد برافو عليها انها عملت الحاجات دي وجابت الحاجات الترندات الموجوده بره اللي مش بنلاقيها، عملتها لنا وسهل دلوقتي اي حد يوصل لها. صفحتها اسمها ايه؟ اسمها يسرا مارشميلو. ادخلوا هاتوا منها، هي تستاهل بصراحه كل خير. باي باي.